ايه احدث وسائل علاج حصوات الكلى والحالب؟ معاكم الدكتور محمد سليمان، استشاري جراحه المسالك البوليه وامراض الذكوره والعنق. هنتكلم النهارده عن احدث وسائل علاج حصوات الحالب والكلى عن طريق تدخل بسيط يحل مشكله كبيره. زي ما اتكلمنا قبل كده ان المغص الكلوي احد اهم اسبابه او اكثر الاسباب اللي بتكونه هي وجود حصوات سواء جوه الكليه او اكثر جوه الحالب، وان التعامل معاها بيبقى طبقا لعلاج دوائي او بعض الوسائل الاخرى طبقا لحجم الحصوه او فشل العلاج الدوائي. لو وصلنا لمرحله ان المريض هيحتاج لتدخل بمنظار ما او بوسيله جراحيه بسيطه، فبينصح في الحالات اللي زي دي ان احنا نستخدم المنظار المرن مع التفتيت بالليزر. ايه مميزات المنظار المرن والتفتيت بالليزر؟ ان هو بيوصل لكل الاجزاء بتاعه الكؤوس الداخليه للكلى، فبالتالي بيساعدنا ان احنا نفتت الحصوه بالكامل بواسطه الليزر، وده بيبقى متشاف لايف واحنا شغالين على المونيتور بتاعه المنظار، فبنقدر نحدد الاستجابه وقتها على طول. وده مختلف عن التفتيت بالموجات التصادميه اللي احنا بنستنى فتره بعد الجلسه علشان نعمل اشعه ونشوف الاستجابه، انما هنا النتيجه بتبقى واضحه قدامنا على طول. طبعا مميزات الوسيله دي في التفتيت ان هي بتساعد ان تعافي المريض بيبقى اسرع، ونسبه التخدير بتبقى اقل، وان المريض ممكن يروح من المستشفى في نفس اليوم، وممكن بتبقى الاجازه المرضيه بتاعته او يعني بعده عن شغله او حياته الطبيعيه بتبقى فتره صغيره جدا مقارنه بالوسائل الثانيه اللي كنا بنستخدمها قبل كده في علاج الحصوات. طيب، عملنا المنظار ودخلنا الليزر وفتتنا الحصوات والوضع انتهى والحمد لله ما بقاش فيه حصوه في الجهاز البولي. لازم نبقى عارفين ان اي مريض كون حصوه عنده قابليه ان هو يكون حصوات تاني بعد كده، بس في بعض الوسائل اللي ممكن تساعد في تقليل احتمال تكوين الحصوات دي تاني، زي ان احنا في بعض الوسائل اللي احنا بننصح بيها المرضى. اول حاجه ونمره واحد اللي دايما بنقولها وكل دكاتره المسالك بيقولوها، لازم نشرب ميه كويس، وبالذات في فتره الصيف او في بعض الحالات اللي المرضى بيشتغلوا في تحت ظروف فيها ارتفاع شديد في درجه الحراره او في اماكن مفتوحه او بيبذلوا مجهود جامد بيؤدي لفقدان كميه كبيره من السوائل. الحاجه الثانيه ان المريض بيحتاج متابعه من كل وقت للتاني، بنعمله تحليل بول، بنعمل سونار على الكليتين نطمن ان مفيش نسبه املاح في البول ولا تكون لبعض الحصوات الصغيره في الكليتين، وده بيبقى بصفة دورية للمرضى اللي بيتكرر عندهم تكون الحصوات. بالإضافة لكده نعمل بعض تحاليل الغدد أو بعض تحاليل البول الخاصة ببعض الحالات اللي بنشك إن ممكن يكون تكون الحصوات ده وراثي أو نتيجة مشكلة في بعض إفرازات الغدد في الجسم زي الغدة الجاردية. استنونا في فيديو جديد لأعراض ومشاكل الجهاز البولي.